لم يخسر ريال مدريد منذ 15 عام أمام أوساسونا في ملعب السدار في بامبلونا، ولكن لديه سجل كبير من العثرات بشكل عام. 43 لقاء سابق، 19 فوز لريال مدريد، 13 تعادل و11 هزيمة. وسجل ريال مدريد 71 هدف واستقبل تشيباكو 48 هدف، أي ما يعادل 24 تعثر. وفعليا هذا رقم كبير نظرا إلى تاريخ الفريقين في عالم كرة القدم. أيضا فينيسيوس جونيور لديه سجل مميز أمام أوساسونا ب8 أهداف خلال 12 مباراة فقط أمام فالنسيا، سجل أكثر 9 أهداف خلال نفس العدد من المباريات. ريال مدريد اليوم هو متصدر الليغا بفارق نقطتين عن الغريم الكتالوني ولديه 60 نقطة في المركز الأول، في حين أوساسونا يعني في المركز العاشر لديه 30 نقطة. يسعى ريال مدريد من خلال لقاء اليوم لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على برشلونة الذي يلعب غدا، في حين يسعى أوساسونا إلى صناعة المفاجأة أمام عملاق الليغا هذا الموسم. ننتظر ونشوف شو بخبيت لنا المباراة، مع تمنياتي لكم جميعا بمشاهدة ممتعة.